السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اعملوا لايك سبسكرايب وشير عشان خاطري عشان خاطري انا. قبل اي حاجه كده، عشان راجل حقاني يا ابن عمي، احلى 3 كومنتات على الفيديو اللي فات. ادي الاول وادي الثاني والثالث بقى اهو الثالث بقى، فاهم؟ اعملوا 3 كل واحد يعمل كومنتات كتير، يمكن يبقى الكومنت بتاعه احلى فيديو، احلى كومنت على الفيديو الجاي. ولو عايزين فيديوهات رشحوا لي بقى حاجات كده، عشان انا بنسى او مش مجمع عشان الكليه بدات وكده. طبعا يا جماعه ما اتمناش الحبس لاعز الناس ليا، ولا حتى الناس اللي بكرهها او اعدائي، بس يعني يلا نسيبها كده. وعن نفسي انا، عن رايي الشخصي، انا شايفها هي بقت كويسه. اتعديت حتى باخر من فيديوهين فاتوا عاملين عليها فيديو ان هي بقت كويسه وعادي، بقت انسانه كده، ملهاش دعوه بالهبل اللي حصل، عشان في الاول وفي الاخر طفله يعني عامه، مش كبيره قوي. سوزي معلش لساني بايظ، انا لساني بايظ اليومين دول معرفش ليه، بس ما علينا، نكمل زي ما احنا كنا نقول. مش شايفها مش انسانه كبيره قوي في السن، فيعني وارد انها تغلط، فحتى لو هي في مشاهدات عندها او ناس بتحبها او ما بتحبهاش، ما يمنعش ان هي ايه، ان هي لسه طفله، فبرضه يبقى في رفق بيها شويه. والكلام ده مش مزاج امي طبعا، ولا مزاج ام الناس اللي بتتكلم دي، اللي هو يا جماعه الفيديو ده لو جاب 40,000 لايك سوزي ان شاء الله هتاخد براءه، لو جاب 10,000 بس لا، ده كده اعدام. هو بمزاجك يا ابني، ما انت مالك؟ ده حكومه وقضاء وبتاع، هم بيتصرفوا في الحاجات دي. لا الناس بقى فاهم انت لو عملت لايك وكومنت دعيت فيه لسوزي، هي ليله القدر قاعد لسوزي ليه في كومنت؟ ما ادعي لها وانا قاعد هنا، يا رب فك دقيقه سوزي، ما خلاص خلصت كده، في ما تبقوش متخلفين بقى. معلش يا جماعه هيريت كتير معاكم، بس انا فتحت لكم قلبي، وتعالوا بقى نشوف ايه اللي حصل لسوزي. تعليم انا جبت السنه اللي فاتت تعليم وجبت 33% بسبب دي سوزي، معرفش ايه ده ريكورد متسرب ليها ولا حاجه، بس انا فهمت ان ده تقريبا قدام الاسم الحوار اللي حصل ده، فتعالوا نشوف ايه اللي حصل. انا ما قدرتش اكمل بسبب القضيه دي. وقضيه ايه اللي انا قلت الشارع اللي وراه؟ طب ما الممثلين والناس كلها قالتها. اشهد فعلا، انا اشهد بالموضوع ده. ممثلين الوسط الفني بتاعي في رمضان اللي فات، واخر حاجه مسلسل عمر افندي قالوا الكلمه دي عادي. يعني انا مش فاهمه العيب عليا ولا العيب على الناس ولا على الدنيا، ولا انا اتظلمت ولا انا جيت غلط. بس انا متهيألي يعني في كلام تاني اتقال يا سوزي، بس يعني خلاص يعني عدى وفات، ان شاء الله تخرجي. كلها قالت الكلمه، يعني الناس كلها قالت الكلمه، قالت الناس كلها تتحاكم زي ما سوزي اتحكمت. انا ساكنه في المطريه. ايه ده؟ عندي مساكن المطريه عند مول العمر. انا ما اعرفش، انا مش دايس في المطريه كتير، فما اعرفش ايه اللي حول الريكورد كده مره واحده. ده تيجي تسال يقولوا لك فين بيت مية وبيت سوزي. بعد اذن الناس المحترمه، الناس اللي بتقف في ظهري بتدعمني بكلمه حلوه وباي حاجه حلوه. مش اهلي مش محتاجين ماديه او محتاجين اي حاجه من حد، اهلي بس محتاجين. مش فاهم اهدي، ايه ده؟ البتاع ده متركب ولا مش فاهم حاجه؟ ان حد يبقى جنبهم وسند وظهر ليهم، لان انا كنت ولد وبنت واب واخت واخ وكل حاجه في البيت عندنا. والله يا سوزي كتر خيرك، انا ما لسه بقول ان انت سنك صغير وبتعملي حاجات ما فيش رجاله بتعملها، والله العظيم، فكتر خيرك. اتمنى ان الناس تقف في ظهر اهلي ويحسسوهم بسند، حتى لو انا اتخذت او اتحبست، لان انا حاليا مش عارفه اتحبس ولا مش هتحبس، ولا انا المفروض اتحبس، انا مش عارفه حاجه. الريكورد ده انت عملتيه امتى؟ ما انا مش عارف الريكورد ده جه منين، يعني هي عملته امتى اصلا؟ مش فاهمه حاجه، وكفايه لحد كده اللي حصل لي، عشان انا والله انا مش هقول انا مظلومه، بس فعلا انا لو مظلومه، يعني انا لو ظالمه قصدي، انا هطلع اقول انا ظالمه، بس انا اتظلمت من اول. ربنا يخرجك منها على خير يا سوزي، وتطلعي ان شاء الله وبراءه باذن الله. عشان انا مش فاهم حاجه من الريكورد ده الصراحه. تعالوا نشوف بقى ايه اللي بيدور تاني، يعني مين بيقول ايه تاني. هي اقسم بالله كويسه، هو بخير وهتشوف كلامكم ده كله، عشان ده تقريبا خطيبها او صاحبها، معرفش مين ده، بس يعني تقريبا برضه الصوت متركب. هو كل الفيديوهات غريبه ليه كده؟ يعني بص الصوت مش ماشي مع كلام الراجل. كده بقول لكم يكتبوا لها كلام حلو كتير، يعني حاولوا تشجعوها، حاولوا تطمنوها، الكلام ده كله. يا اسطى الكلام مش راكب مع يعني كاني بتكلم وفاهم مش جاي معاه. حبايب قلبي انا مش هقدر اقول التفاصيل دي صعبه تتقال. انا بقول لكم انا كمؤمن، وعد مني كمنلي كمان، هخليها هي اللي ان شاء الله ربنا بس يفرجها بس من اللي هي في ده خالص وبعيد عنها. يا عمي انا مش فاهم حاجه، انا متزاول فشخ، اللي هو
يا جماعه انا كأن واحد اطرش بيكلم واحد اعمى. موضوع غريب. لا فكك، هنشوف من حد تاني يعني ان شاء الله حد تاني فهمنا. حاجه حصلت انتوا بس ادعوا لها، لان يعني هندعي لها. انتوا ليه صوتكم عالي؟ هو واحد صوته واطي وانتوا صوتكم عالي ده صاحبها ودي صاحبتها، فثانيه بقى نفهم منهم ايه اللي حصل. يعني اللي هيفرق دعواتكم، واللي هيفرق انكم دايما تبقوا في صالحها وفي صفها، لان البنت مهما كان غلطها ما يستاهلش الجهاز عندي بايظ. طيب انا شايف الكلام سابق الصوره والله العظيم، ما اعرفش فيه ايه. طب ما الراجل اللي فات كان بيتكلم عادي، اشمعنى انتوا؟ ان هي تقعد يوم واحد في حبس. دي طفله عندها 19 سنه يا جماعه. ربنا يخرجها ان شاء الله والله العظيم، عشان نرتاح بس من اللايفات الكلام مش مظبوط. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. فبلاش لما تلاقوا حد بيقع كلنا نسيب سكاكيننا عليه على ايه؟ كلنا بنحبها وكلنا عايزينها تبقى معانا وكلنا واقفين جنبها، وانتوا هو الراجل ده هو الراجل ده مغفلين ولا ايه يعني؟ مش يا اسطى انت ركز معانا. انت مركز في ايه؟ ما انا هموت واقف مركز في ايه؟ انا مش مركز معاكم، مركز مع تعبيرات وشه هو. كمان وقفوا جنبها، محدش يجيب سيرتها بالوحش. هي حد كويس ويستاهل كل خير، هو بس هي كانت في بيئه. هو بيقرا الكومنتات عشان انا بص برضه مش مركز معاك خالص والله عمال. فتقريبا حد بيشتم حاجه وهو مركز مع حاجه غريبه يعني او في مكان ما ساعدهاش ان هي تبقى عارفه حاجات كفايه، فما كانش عندها الوعي الكافي ان هي تعرف ان ده غلط او ده صح. والناس كلها في الكومنتات بتقول ايه المشكله في الشارع اللي وراه؟ يا جدعان المشكله مفيش مشكله في الشارع اللي وراه. الشارع اللي وراه عادي، كلمه عاديه زي اي كلمه، بس تقال عشان شخرت تقريبا ولا راح اعمل لك محضر كده، فانت فاكر ساعتها مش محسوبه. طب فين صاحبة سوزي تاني برضه بتتكلم، ما اعرفش تتكلم عن ايه بس هنشوف. عملوا لايفات وفين الناس اللي بتقلع، فين الناس اللي بتشتم، فين الناس ما اعرفش. انت عايزه الناس اللي بتشتم وبتقلع ليه؟ احنا مالنا؟ مالكيش دعوه بالناس اللي بتشتم لو سمحت، عشان بجد لو حصل له حاجه هزعل جدا. انا بحب الراجل ده يعني، ربنا يهديه طبعا، بس انا بحب اتفرج على فيديوهاته. يعني اشمعنى الطفله اللي لسه بتبدا حياتها لسه هنكفر بقى؟ هنكفر ولا ايه ليه اشمعنى دي؟ ايه اللي اشمعنى؟ خلاص مع امر ربنا. اسم حضرتك ايه؟ انا مش عارف. مايفن؟ اسمك مايفن؟ انا ما اعرفش والله، هو حد كاتب كده. ما علينا. على فكرة بقى سوزي الأردنية اتحكم عليها بالحد الأدنى لعقوبة الحبس. أخيرا حد بيتكلم بكواليتي صوت مظبوطة، والصوت مش سابق الصورة في حاجة طبيعية. أخيرا تقريبا دي محامية. الحبس والحد الأقصى للغرامة هي العقوبة المكررة للجريمة اللي هي ارتكبتها كده. الحبس فيها من 2 ل5 سنين. يا نهار أبيض، 2 ل5 سنين ده عشان الشارع اللي وراه؟ أنا آسف طبعا، أنا مش قادر يعني، مش هقول كده والله ما اقولها تاني، انا مش هقول حاجه تاني بس يا نهار ابيض. لا ان شاء الله تخرجي يا سوزي، ان شاء الله تخرجي يا حبيبتي. طيب بالنسبه للكفاله ال 100,000 جنيه دي مقابل حريتها، يعني عشان لو اتقبض عليها تاخد الاجراء وتدفع الكفاله وتخرج، ما تفضلش محبوسه لحد الجلسه. يعني ايه؟ انا مش فاهم. انا ثانيه واحده عشان انا سرحت. انا بقى انا مالي النهارده في ايه؟ طب يمكن زعلانه على سوزي فبسرح يعني. انا دلوقتي دماغي سرحت في يعني لو اتقبض عليها تاني هتدفع 100,000 جنيه، يعني كل ما تقبض عليها تدفع 100,000 جنيه، ده هتبقى مصلحه دي. كل يومين انزل اقبض على سوزي الاردنيه ادفع 100,000 جنيه وامشي بقى. ده جميل قوي ده. وارد جدا ان محكمه الاستئناف تغرمها، بس يعني يبقى غرامه بس مش غرامه وحبس، يعني تتغرم بس 300,000 بقى، الغرامه تنزل ل 200,000 ل 100,000، ممكن ينزل في الغرامه لحد 100,000. المحكمه يعني ليها الحق في كده. طب خلاص ادفعي غرامه يا سوزي، يعني خلي زمايلك بتوع اللايفات دول اللي عاملين زمايلك وعلى طول بيطلعوا معاكي وبتاع وبيعملوا بسم الله ما شاء الله فلوس يعني حلوه من اللايفات، وانا عارفهم مش هقول اساميهم وعارف بيعملوا كام. انا متابع خلي بالكم، بس ربنا يزيد الناس كلها بس عليهم، مالناش دعوه بفلوس الناس. خليهم يساعدوكي، يعني المبلغ ده بسيط وهبل قوي بالنسبه لهم. ممكن تاخد براءة خالص، ولكن الجريمة اللي سوزي ارتكبتها مش في حق نفسها ومش في حق والدها بس. للأسف سوزي ارتكبت جريمة في حق المجتمع كله، في حق الأسرة المصرية. أنا مسامح سوزي، عشان لو شفت الفيديو ده لما ربنا يكرمك وتخرجي أنا مسامح. أنا خلاص، أنا عادي، مش زعلان منك يا سوزي، خلصانة. بس شوفي بقى حل مع ال 100 مليون التانيين. طيب هو الأساس مين اللي طلع الترند اصلا؟ مين اللي المفترض انه يعاقب؟
سوزي، لان هي صاحبه الترند، هي صاحبه الفكره. الناس بقى مشيت وراه، كل ده بيتلم. يعني من كام يوم وحش الكون، النهارده سوزي الاردنيه بقى. مين وحش الكون دي؟ مين وحش الكون؟ افتكرتها إن كذا حد قال لي اعمل لها فيديو. يعني بلاش قله ادب بقى، دي واحده بتطلع هي وبناتها وعيب بقى، انت كبير بقى الى اخره بقى، هيجوا ورا بعض. وطبعا كل الناس اللي بتطلع تستخدم او تسيء استخدام السوشيال ميديا، كل الناس دي هتتجاب ورا بعضها. انا هقفل القناه النهارده، يعني انا خلاص، انا اسف يا استاذه، يعني ما علينا، انا والله ما قصدي. يعني لو في حد متضايق مني انا هقفل القناه النهارده، طالما كله بقى بيتلم دلوقتي، او تقريبا بتوع التيك توك، فاحنا تمام، احنا مستمرين يا شباب ان شاء الله. انا ما استوقفنيش وما استفزنيش غير تعليق طارق النشار ده، ولا اسمه ايه؟ مين طارق النشار؟ وفي ناس، في اطراف كتير عماله تخش، انا الحمد لله مش فاهم وعايز افهم. يعني ماشي، تعال نشوف مين طارق. طارق بيتكلم بجهل، يعني اول مره اشوف ابو جهل بيتكلم. عملت ايه يا طارق عملت ايه لا مؤاخذه يا دكتوره مين؟ لا مؤاخذه محاميه حقك علينا. وطارق يعني انت شفت عامل ازاي؟ لا عتاب على طارق بيتكلم بجهل، يتكلم بيقارن بين جريمه السب والقذف على العلن والتعدي على القيم الاسريه وبين جريمه القتل الخطأ، وبيتكلم في روح الانسان انا ما اعرفش طارق قال ايه والله، انا ما بفهمش يعني، مش هو ايه علاقه ده بده، بس تمام. يعني اصلا ده حتى مش قانون بس، دي بديهيات. قتل خطأ يعني مفيش نيه لازهاق الروح، يعني القتل كان عن طريق الخطأ. يقول لك انا لو راكب عربيتي واروح اخبط حد واقول انا اسف، ده على اساس ان انت كده خلاص يعني. يا استاذه ثانيه، هو طارق قال ايه؟ انا مش عارف، مش فاهم حاجه عشان ما شفتش فيديو طارق. ما حدش حتى عامل منشن لطارق، ولا طارق دخل بيقول في الكومنتات اصلي يا استاذ انا قصدي كذا مثلا، مفيش اي حاجه. وبكده يا جماعه خلص الفيديو بتاع النهارده. لو لسه ما عملتش لايك ليه، تعمل لايك، سبسكرايب، وشير وكومنتات، وتقول لنا يعني انت مع سوزي ولا ضد سوزي. هو عامه مش هيفرق، وكلامك ده مش لازمه طبعا، مش هيفرق حاجه، بس هيفرق معانا، يعني انت هتفرق معانا يا صاحبي. لكن مع الحكومه وكده، هم ماشيين زي ما الكتاب بيقول. انا بقول اي كلام، ما تاخدوش على كلامي، بس يعني ادعوا لسوزي ربنا يفك سجنها وان شاء الله تطلع. انا شايفها اتغيرت وبقت كويسه يعني، يعني خلاص يعني ان شاء الله، يعني الموضوع يخلص حتى لو على غرامه بسيطه او كفاله، وتخرج وتبقى كويسه ان شاء الله باذن الله. وطبعا ما بتمناش السجن لاي حد. ولو انت مش عندك الانستا تعالى، انا مش عارف ليه قلت كده في الاخر، بس تعالى الانستا، يعني ما جاتش عليه كده. يلا سلام عليكم.